تعال لما نتكلم عن باون بيكلمني عن عمليه ترتيب معادن، مين بيظهر الاول ومين بيظهر الاخر. وباون بيقول ان عمليه تكوين المعادن اللي انا لسه حكاها من شويه كانت على شكل عناصر بتبدا من عند 1200 لغايه 750. وتخلي بال حضرتك ان عمليه تكوين المعادن بتبقى من خلال كام تفاعل؟ تفاعل على ايدك الشمال اسمه تفاعل غير، وتفاعل على ايدك اليمين اسمه تفاعل. وخلي بالك الاثنين بيشتغلوا مع بعض. استاذ مين اللي بيبدا؟ لا، اللي بيبدا التفاعل الغير متصل، وبيبدا بمعدن اسمه الاولوفين. يبدا الاولوفين، والاولوفين ده مليان، طالما بيجي في الاول يبقى اكيد مليان حديد ومغنيسيوم حضرتك. يبدا الاولوفين يتكون، وبعده يبدا يتكون البيروك. بعد ما البيروكسين يبدا تلاقي في اللحظه دي التفاعل المتصل اشتغل، اللي هو بيكون البلاجوك ليز حضرتك الكلسي في الاول حضرتك. وبعد كده بقى يبداوا الاثنين يشتغلوا مع ايه؟ مع بعض. ده اسمه تفاعل متصل لانه بيكون نفس المعدن، انما ده اسمه غير متصل لانهم معادن مخ. في اللحظه اللي بيبدا يتكون فيها الانفي بولي يتكون، في اللحظه دي بيبدا هنا البلاجوكليز الكلسي الايه؟ الصودا. بعد كده هنا المايكل اللي اسمها المايكل سودا، بيبدا هنا البلاجوكليز الايه؟ الصودا. يا جماعه كده التفاعل الغير متصل خلص، وكده التفاعل المتصل خلصوا الاثنين. دولت اللي في الاخر لا تبع ده ولا تبع ده، والثلاثه اللي هكتبهم في الاخر اسمهم تفاعلات المرحله الاخيره. واعمل حسابك وثبتها قاعده في دماغك، المعادن اللي بتتكون في الاول هي معادن غامقه، يعني دي حضرتك دول كلهم معادن ايه؟ غامقه. انما المعادن اللي بتتكون في الاخر هي المعادن فاتحه حضرتك. مين بقى في المرحله الاخيره؟ ما خلاص، ما انت عارف المرحله الاخيره مش قال لك بنستغل الصوديوم، ادي الفلسبار الصودي، ادي البوتاسيوم، ادي الفلسبار الاورسوك ليز اللي هو البوتاسي حضرتك، وادي المايكا البيضاء اللي اسمها الميسكو فايت، واخر واحد خالص هو مين؟ الكوارتز في الاخر خالص. يبقى الكوارتز هو اخر معدن بيتكون. وخلي بالك ان المعادن دي معادن فاتحه، انما اللي في الاول دول معادن ايه؟ غامقه. دولت يا جماعه لا تبع دول ولا تبع دول. معظم الاسئله اللي كانت تيجي زمان يقول لك مين اول معدن في الغير متصل؟ مين تاني معدن؟ مين اخر معدن؟ او يجي يقول لك يقول لي الترتيبه ابدا بايه؟ بكلسي وانهي، وفي النص كلسي صود. دول يا خلقه للمره المليون لا تبع متصل ولا تبع غير متصل. تخلي بالك من الكلام ده.